قاعة حسن الفقيه. حسن، نستجلي حوار المكان، هذا المعرض الاسترجاعي لحقبة عقدين من الزمن للفنان التشكيلي القدير عمر الغرياني. معنا الأستاذ عمر، أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في المعرض. الله يسلمك. أستاذ عمر، قبل ما نبدأ نحكوا في اللوحات ودلالات اللوحات، نبي نسألك عن المفارقة. دراستك الأكاديمية كانت بجامعة فينيزيا بإيطاليا، وأنت مهتم أساسا بالحرف العربي في أحلى وأروع تجلياته. هي دراسة لا تعني أن الإنسان يبي ينسخ عن الجلدة يعني، ولكن لابد أن يكون فيه تأثير ولو قليل. هو تأثير ربما تأثير مهني على لا أستطيع أن ألغي أو نصادر المعرفة اللي هي استفدت منها من إيطاليا، ولكن عندي هويتي يعني. في النهاية الإنسان يرجع حتى بتقنية راقية ولا تقنية كذا كذا، وين يوظفها؟ هل يقعد ناسخ للآخر، ولا لازم يصبح عنده شيء أو نص بيتفاعل معاه، بيعيش فيه، بيعرف عن كتب، لأن الحرف هذا يعني هو لغتنا، هو أساسنا. وانتقل الحرف، معاش حرف أصبح بالنسبة لي ككتابة. ربما تعودنا للحرف كأسود وأبيض، وربما في تنميقة معينة أو تصفيفة معينة. يعني حاولت الابتعاد عن النمطية في الحرف. أول حاجة عن النمطية، وثاني حاجة بالنسبة لي الحرف أصبح لي مدلولات أخرى، ربما الابتعاد عن التشخيص أو التشخيص اللي هو يظن البعض أنني مش قادر عليه يعني بعض، لكن هو أصبح الألف أو الحرف الآخر يكون تشريح آخر، جسد، ربما جسد كامل. لو تتمعن في الحروف اللي هي نرسم فيها أصبح رسم. هو ماني خطاط أنا، ولا أجيد الخط اللي هو أقول فيها الخط الموزون والخط الكتابة، لكن ليك دلالاتك من خلال الخط. طبعا الخط هو يصبح زي العنصر، أنك أنت بيصبح لك كصادرة أو كأمام للعمل، اللي هو يصبح أول ما تقف على الأمام العمل تقول عمل حروفي. شنو حروفي؟ عربية. يعني أول حاجة اكتسبت الهوية من بس الجملة. الثاني حاجة أنك أنت تصبح المتعة الأخرى اللي هو فيها البحث في اللون والتركيبة والأبعاد، وأصبح يعني الحرف معاش حرف كموجود قدامكم ما كحرف جامد، لا، أصبح ممكن يكون وجه آخر لطيف حلو يعني تستانس به، ويصبح مشكل لك أنواع أخرى تقرأ في عدة أشكال، تقرأ في عدة مناظر. يعني يصبح صح على السجاد تلقاه في الأفق، زي ما في اللوحة هذه تصبح بين التكوينات، حتى الأجرام مثلا الشمس والقمر والهلال وغيرها، التكوينات هذه وامتدادات هذه من ممكن قطع من الجبال غيرها منها، تصبح حتى طبيعة في الآخر. وبعدين هنا ممكن تصبح ممكن هو حرف، لكن هو تكون من عدة حروف بس أصبح يعطيك دلالة مثلا الميم أو دلالة يعني هو تداخل وتكامل بين الحروف. أستاذ عمر، الحرف العربي هوية، وفي نفس الوقت إيقاع جميل من خلال الحركة ومن خلال الألوان، ولكن أيضا هناك رسالة تريد إبلاغها من خلال الحرف. ماذا تريد تقول للآخرين من خلال اللوحات؟ هو ربما ما نبحثش أن نقول آخرين، هو الآخرين ربما هم يستشفوا شنو أقول. أنا ما نقولش هو أول حاجة الاتكاء، كما قلت لك الإنسان بحثي أنه هو ربما التصاقي بالحرف هذا كبداية كمهنية، اللي هو تصميم الحرف. لأن في الحروف الأخرى مثل الأوروبية تجي تصميم، يكون فيها تصميم هندسي، عنده بناء باش يدخل في الصناعة ويدخل في الأمور الأخرى. الحرف العربي ما عندهاش هذه، عنده حرية كاملة أخرى، انسيابية، وعنده ميزانها التنقيط أو النقطة. وأصبح النقاط هذه المجموعة بالنسبة لي تحولت إلى مجموعة من المناظر، ما عادش تصبح أشكال هيك. لما نشبح مثلا مجموعة من الهيئة أصبحت وجوه، ربما تكون عيون، ربما تكون شكل كامل للوجه، ربما تكمل شكل كامل للجسد، حتى هو ربما شكل كامل لنخلة أو لشجرة أو زيتونة أو للأوراق. هذه هي اللي هي. وهل تنوي التغلغل في نفس هذا النمط؟ والله إن شاء الله. هو الإنسان ما لا يستطيع أن يحكم لكن هو هذا بحثي يعني. ما عادش عندي، ما نقولش أنا هنا وقفت، لكن نقول هذا إلى الحد الآن هذا ما قال له حد علمي، وبعدين رب سبحانه وتعالى. الله أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. منورة يا سيدي، بارك الله فيكم جميعا، بارك للمتابعات. شكرا.